رأينا اليوم زيارة متنوعة تمثلت في قطاع الشباب والرياضة، التربية، أيضا الفلاحة وكافة القطاعات الحيوية. حاول أن تضعنا في صورة أهداف هذه الزيارة التنموية، خصوصا وأنها على الحدود، ونحن الآن نتحدث على تنمية المناطق الحدودية. شكرا. زيارة اليوم خصصناها لبلديتين من دائرة الطرب العربي اللي هي بنقشة والطرب العربي مقر الدائرة. خصصناها لزيارة بعض المشاريع التنموية في إطار الزيارات الدورية التي نقوم بها على مستوى كل البلديات، وخاصة البلديات الحدودية التي نوليها أهمية بالغة نظرا للعجز الذي كانت تعاني منه. وبعد السنوات الأخيرة الحمد لله فإن كثير من المشاريع منها ما أنجز، ومنها ما هو في طور إنجاز، ومنها ما هو مسجل لتمكين ساكنة هذه المناطق من تمكيننا من توفير ظروف العيش الكريم لهذه الساكنة. زيارة اليوم خصصناها لبعض المشاريع في بعض القطاعات، أولها قطاع الأشغال العمومية الذي خص إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 16 على الرابط بين الواد وتبسة على مسافة 29 كيلومتر، وهو الجزء الثاني بعد الجزء الذي تم استلامه منذ عامين. القطاعات الأخرى التي خصصنا لها زيارة هي قطاع التربية بإعطاء شرط الانطلاق لنصف أنصاف داخلية ببلدية دوار الماء والطرب العربي. قطاع الفلاحة وهو الأهم خصصنا له زيارة لمجمع الجواري لتخزين الحبوب الذي استلمناه منذ مدة، والذي سيدشن بمناسبة موسم الحرث والبذر. وكذلك مركز جواري آخر لتخزين الحبوب الذي سنضع حجر الأساس في بلدية طرب العربي. من القطاعات كذلك التي زرناها الشباب والرياضة بزيارة مسبحين جواريين ببلدية بنقشة الذي هو في طور الاستكمال والتجهيز، وبلدية طرب العربي الذي عرف نوعا ما تأخر لتحسيس مسؤولي هذا المشروع، كذلك المقاول لضرورة استدامه في أقرب الآجال. وكذلك زرنا مشروع للتحسين الحضري في إطار البرامج التي منحت الولاية وخصت بها بلدية طرب العربي مقر الدائرة بمشروع في حي من أحيائه. هناك مشاريع أخرى كذلك سيتم تدشينها، دشنا كذلك مصلحة بيومترية ببلدية بنقشة التي تضمن تحسين الأداء لفائدة مواطني هذه البلدية. كثير من المشاريع الأخرى التي هي في طور إجراءات والتي ستنطلق قريبا إن شاء الله. كثير من المشاريع تخص هذه المنطقة التي نركز عليها كثيرا. سيدي، عند كل محطة كنتم تستمعون لانشغالات المواطنين، أكيد ما هي أبرز الانشغالات التي سجلتموها على مستوى الشريط الحدودي؟ وأيضا ما هي آخر تحضيرات بالنسبة للدخول المدرسي؟ الدخول المدرسي أنتم تعلمون أن سيكون في حدود 21-22 سبتمبر إن شاء الله. كل الظروف قد وفرت لتحضير دخول مدرسي عادي، وهناك بعض المشاريع التي ستستكمل ربما في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر. عندنا سندشن على مستوى الولاية ثانويتين متوسطتين و5 مجمعات مدرسية، بالإضافة إلى عديد من أقسام دراسية في إطار التوسعة. فيما يخص المنحة المدرسية تم استكمال هذه العملية بنسبة 100%. الحقيبة المدرسية كذلك ستوزع مع الدخول، واتخذنا كل الإجراءات لتوفير الكتاب المدرسي، وكذلك سنكون في الموعد إن شاء الله مع الإطعام المدرسي، ووفرنا ما فيه الكفاية لضمان النقل للتلاميذ البعيدين على المدارس والمؤسسات المدرسية. أهم المشاكل التي طرحت علينا
ما زلنا ندرسها مع الإدارة المركزية. يطرحها الفلاحين في منطقة الشارع والشكشاك، وتتلخص في الكهرباء الفلاحية، تتلخص في المسالك الفلاحية، وتتلخص في المنطقة العازلة التي تطرح مشكل مع بعض الولايات المجاورة.